كلنا امبارح شفنا مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر واللي انتهت بفوز النادي الأهلي على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف. ولو جينا نبص على الهدف الأول، بغض النظر عن إن لاعب مودرن فيوتشر واقف في وسط حوالي 3 أو 4 لعيبة من لعيبة النادي الأهلي، ولكن الراجل بيعدي وبيسدد. ولكن لو شفنا تمركز محمد الشناوي هنا هتلاقي إن محمد الشناوي كان قريب شوية للعارضة القريبة، وممكن إن هو لو مد إيده يقدر يجيب الكرة، ولكن خد خطوتين للشمال. فلو شفنا الصورة دي هتلاقي ان محمد الشناوي بعد عن القايم القريب، فعشان كده لما الكرة اتسددت حاول ان هو يعمل عليها تراي، للاسف ملحقش انه يوصل للكرة، والكرة دخلت الشباك وبقى 1-0 للنادي فيوتشر. محمد الشناوي في المباريات الاخيرة مستواه مهزوز جدا بعد العودة من اصابة. شركته مع منتخب مصر عمل خطأ برضه في المباراة دي، بعدها مع النادي الاهلي بيعمل اخطاء كبيرة جدا. ودي ارقام محمد الشناوي في اخر 4 مباريات، تم تسديد عليه 4 تسديدات، وللاسف ال4 تسديدات دخلوا مرماه. نتمنى التوفيق لمحمد الشناوي في المباريات الجايه، لانه طبعا حارس مصر الاول، ولكن الاخطاء زادت جدا بالنسبه لمحمد الشناوي. في المباراة دي عزيزي المشاهد في تريكة مهمة جدا عاوزك تاخد بالك منها، وفي حاجة مهمة جدا مارسيل كولر بيعملها في آخر المباريات لازم تاخد بالك منها، وهي التسجيل من الضربات الحرة المباشرة أو من الضربات الركنية. لو بصينا على الهدف الاول للنادي الاهلي في اخر الشوط الاول هتلاقي ان الكره معموله من ضربه حره من محمد مجدي قفشه اللي بينفذها، وبيجي على طول امام عاشور اللي جاي من الحركه خلف المدافعين وبيسبق على طول المدافع وبيحط الكره في القريبه. حارس المرمى طبعا ما يقدرش يعمل لها حاجه. اما لو جينا نبص على الهدف الثاني للنادي الاهلي واللي احرزه بيرسي تاو بعد نزوله على طول، هتلاقي ان الكره كانت كورنر ورافعها على طول رضا سليم قريبه جدا من ال6 يارد، وهتلاقي ان بيرسي تاو واقف كده قدام حارس المرمى ومعاه لاعب، وعلى طول اول ما الكره بتتلعب بيروح للكره وبيحط الكره براسه وهدف. طيب واحد يقول لي ايه التريكه اللي في دي، او هم عملوها مثلا قبل كده في المباراه؟ اقول لك تعالى بص كده في الشوط الاول هتلاقي ان نفس الكورنر اتلعب، ولكن اللي كان لعبه حسين الشحات لعبه على طول قريب جدا من ال6 ياردة، واللي كان واقف في ال6 ياردة هو طاهر محمد طاهر، كان واقف كده ناحيه حارس المرمى. اول ما الكره اتلعبت اتحرك هو ناحيه منطقه الجزاء وراح له الكره ونفذها بدماغه، ولكن للاسف جت فوق العارضه. فلما بيبقى في تريكه بتتكرر في المباراه وكمان بينتج منها هدف، فلازم نقول شابو مارسيل كولر. شابو مارسيل كولر اللي قدر ان هو يفوز في 14 مباراه متتاليه في ظل الاصابات اللي بتضرب النادي الاهلي، وفي ظل الاجهاد اللي بيضرب لعيبه النادي الاهلي، الاجهاد اللي كمان بيأثر على اداء لعيبه النادي الاهلي الواضح جدا في المباريات الاخيره. ده غير انه بيتغلب على ده كله بانه بيعمل تريكات في الضربات الركنيه والضربات الحره المباشره، وكمان بيقدر انه يحرز منها اهداف. توفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في المباريات اللي جايه. سلام.